اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطه المستقيم وعلى قدر وحق المقدار العظيم. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة سريعة كده، أقل من نص ساعة إن شاء الله يكون الأكل ده كله جاهز معانا. هي صينية الأجنحة بالصوص بتاعها بالرز الأبيض. عملناها وهنعملها إزاي؟ تعالوا يلا نخش الفيديو ونشوف عملناها إزاي. ولو عجبتكم الطريقة والوصفة متنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودعمكم للقناة، لان بدعمكم القناة هتوصل، وانا بفرح جدا من دعمكم تابعكم ليا. ويلا بقى نصلي على رسول الله كده ونرفع الفيديو بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ويلا نخش بقى الفيديو ونشوف احنا عملنا الاكل الجميل بتاعنا السريع ده ازاي. ودمتم في رعاية الله وامنوا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في الله، وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال، ربنا يطمنا عليكم جميعا يا رب. يا رب تكونوا في احسن حال وفي معية الله. انا اسفة عن تأخيري عليكم، بس والله يعني كنت بمر بظروف مرضية كده، يعني الحمد لله، نسأل الله العفو والعافية. ربنا يشفينا ويشفي كل مريض. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم من الله اقرب. النهارده ان شاء الله راجعه لكم باكله سهله وبسيطه كده، حتى انا يعني ايه، يعني مش هقول خطواتها او يعني ما جبتش خطواتها كلها مره واحده، عشان برضه انا لسه ما اتعافتش قوي، فمرضتش ايه اجيب كل حاجه قبل التحضير. المهم نخش في الموضوع على طول. دي صينيه من الاجناح، يعني ربنا يعافينا يا رب كده ويرخي الدنيا من عنده يا رب والاسعار. يعني قلت اعمل صينيه اجنحه كده سهله وبسيطه كده بسرعه، مش تاخد وقت ولا مجهود زي ما انا معوداكم. دي 1.5 كيلو من الاجنحه. انت بقى ضعف الكميه زي ما انت عايزاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا جبتهم قطعت طبعا الحته اللي هي بتبقى الصغننه اللي من تحت دي، عشان دي بتسبب زفاره. قطعتها وعملت لها المحلول بتاعها اللي هي ميه وملح وسكر وليمون. عفوا. سبتها حوالي ساعتين عشان تتخلص من الزفاره كلها. وبعد كده رحت قاطعه الحته اللي انا قلت لكم عليها، وابتديت ان انا اغسلها بقى غسله نظيفه كده، وخليتها ما فيهاش اي ريحه من الزفاره، وخليتها زي الفل. في الخلاط عندي بقى ضربت بصلتين متوسطين مع نص كيلو من الطماطم، مع قرنين فلفل حامي ده اختياري، مع مكعب من المرقه، مع رشه من السكر. ضربت ده كله في قلب بعضه في الخلاط. وبعد كده رحت جايه حاطه جزء منه في ارضيه الصينيه، وبعد كده رحت متبله بيه الاجنحه. عايزه تسيبيها مثلا في التتبيله دي نص ساعه او ساعه، ما فيش مشكله. مستعجله زي كده تعمليها على طول هتبقى زي الفل. طبعا بتحط بقى توابلك، بهاراتك، كمونك، فلفل اسمر، كل الكلام ده. وبعد كده بترفعيها على النار. حتى وانا بكلمكم هي بتبتدي تغلي اهي. انا هغطيها معلش ايه باي حاجه كده من عندي، صينيه كده. هسيبها بقى تغلي، ولما تغلي وتستوي ممكن بقى احطها في الفرن تاخد لون تحت الشوايه، او سيبها زي ما هي. وهعمل جنبها رز ابيض ان شاء الله. لما تخش على سوا باذن الله هرجع لكم ونشوف هنكمل ونعمل ايه مع بعض حبايبي. ورجعت لكم، وادي شكل الصينيه بتاعتي بعد ما خدت كام غلوه كده. دلوقتي انا هحطها في الفرن، اشغل عليها الشوايه او احطها في الفرن كده عادي. عايزه تاكلوها كده عادي مفيش مشكله، فده اختياري يعني. بعد كده عندي هنا جبت حله، عشان قلت لكم هعمل رز ابيض. جبت حله حطيت فيها شويه سمنه، عايزه تحطي سمنه على زيت ماشي، زيت بس اللي يعجبك. وعندي هنا ده 3/4 من الرز، يعني 1.25 كيلو من الرز. بسم الله سمي الله بنزل بيه كده. طبعا احنا قلنا الكميه، انت بتحطي الكميه على حسب احتياجك انت وعلى حسب اللي انت عايزاه. انا 1.25 كيلو رز ده حطيت عليه معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسمر، مكعب من المرقه. دلوقتي انا هشوحه كده في قلب بعضه لحد ما كل حبايه تتغلف بالماده الدهنيه بتاعتها. ولما يستوي ان شاء الله هرجع لكم بقى بعد الاكل ما يخلص كده. دي الصينيه بتاعتي اهي، هحطها بقى في الفرن كده، ولما الاكل كله يخلص ان شاء الله هرجع لكم ونشوف احنا عملنا ايه ونكمل مع بعض. كده انا خلصت يا حبايبي اكله النهارده. ادي الاجنحه بتاعتنا. الحقيقه انا مرضتش انا اشغل الشوايه عليها قوي عشان ما تنشفش، بيبقى فيها صوص كده. ادي الصوص بتاعها، وادي الرز الابيض الجميل اللي بيلمع بتاعنا. دي كانت حلقه النهارده، يا رب تكون عجبتكم ونالت رضاكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. واللهم احسن ما بين ايدينا، واللهم اجعله شاهد لنا يوم القيامه. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم وتنول رضاكم، وبدعمكم انا هوصل، وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا رب.
وبطلب منكم دعوه ليا عن ظهر الغيب بالشفاء العاجل غير اجل يا رب. كل عام وانتم الى الله اقرب، كل عام وانتم بخير، ورب تكون حلقه النهارده عجبتكم. اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس، ودمتم في رعايه الله وامنه.